السلام عليكم، كيفكم أحبابي؟ شو أخباركم؟ طبختنا اليوم هي معكرونة طريقة تقليدية معكرونة بالخضرة. طريقة سهلة وسريعة يعني للجوعان المستعجل. إذا الوصفة عجبتكم ما تنسونا من اللايك ومن الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ويلا نروح على تطبيق الوصفة. هون عنا المي، طبعا مي سخنة، نحط عليها شوية زيت ورشة ملح ونحط المعكرونة فيها. طبعا تعرفوا هاي الطريقة. هون حطينا الزيت والملح مشان المعكرونة ما تلزق على بعضها. بنحط هون المعكرونة بنخليها تغلي 5 دقايق تكون صارت استوت. هون استوت عندي المعكرونة، بدي اغسلها من النشويات لانه ما بحب فيها النشا. نغسلها منيح بالمي الباردة. هون تركنا المعكرونة تتصفى بالمصفاي، وعندي هون مقلاية وفيها شوية زيت، وعندي هون الخضرة مشكلة وأنا ترمت عليها فليفلة ملونة، وعندي دبس بندورة، وهاي البهارات ماجي وفلفل وفليفلة حمرا وكزبرة وكمون للي بيرغب وملح، وبندورة مقطعتها هون قرصين بندورة. عندي هون بصل وثوم مهروس. في عندي علبة صفرة ليمون، طبعا اختياري الليمون بس عشان يعطي المعكرونة نكهة حامضة شوي. هون أول شي بحط البصل قليه شوي مع الزيت. هون بنحط الثوم بنقليه كمان. بعد ما يتقلي البصل شوي بنحط الثوم نقليه مع بعض. هون نحط ملعقة دبس بندورة بنقليها شوي. هون حطيت البندورة اللي قطعتها. طبعا هاي المكونات بتحطوها حسب الكمية. عندي هدول حطيتهم لنص باكيت معكرونة. يعني إذا بتعملوا أكتر معكرونة فأنتوا بتحطوا كمية أكتر منها. وهاي الخضرة مشكلة بتحطها عليها. هنا عنا البهارات كلياتهم حطيناهم سوا، نخليها تقلى شوي يعني دقيقتين 3 طبعا مع التحريك. من بعد ما صار دقيقتين بنحط كاسة ونص مي. أنا حطيت كاسة مي، لا راح نص كاسة. هاي نص كاسة مي. حركة ونتركها، بنغطيها ونتركها تغلي مع بعض شوي تعقد.
10 دقايق نتركها. أول ما بتشوفوا انتو كيف تعقدت. هون صارت تمام. هاي ندوق ملحة، بتشوفوا الملح إذا منيح أو عايز ملح، لأن أحيانا الماجي بيكون مالح. بنحط هون المعكرونة. بنقلبهم كلياتهم مع بعض وبنغطيها. بعد ما نقلبهم بنغطيها ونتركها تغلي مع المعكرونة 5 دقايق بتكون جهزت. هون جهز الطبق عندي، وإن شاء الله إنه يعجبكم، وإن شاء الله تجربوها وصحتين عوافي. يعني هي كلياتها على بعضها ما أكلت معي نص ساعة.